دكتور، لا تشرب هالقهوة. المدير حاط فيها شيء. نطقتها الممرضة نورة بصوت مرتجف، كأنها توها شايفة كابوس وتبي تهرب منه. الدكتور حمد، المعروف بهدوئه وخبرته الطويلة، وقف مكانه، الكوب بيده، لكنه ما قدر يحرك أصابعه. نظر لها باستغراب. نورة، شنو تقولين؟ مو معقولة. بس ملامحها ما كانت ملامح وحدة تتخيل. كانت مرعوبة، وكأنها شايلة هم مصيبة أكبر منها. اقتربت منه وقالت بصوت وطي: شاف الدل عادل قبل لا تدخل الكافيتيريا. كان واقف عند كوبك، وطلع من جيبه كيس صغير ورش فيه مادة، وحط الكوب مكانه بسرعة، كأنه خايف أحد يشوف. قلب الدكتور حمد نزل، وعيونه ضاقت. متأكدة؟ نورة هزت رأسها. 100% دكتور. وما وقفت هني. سمعته يقول: هالأمر لازم يطلع من طريقي. حمد حس كأن الدنيا تميل تحت رجوله. من فترة طويلة والمدير عادل يتصرف بغرابة، نظرات حادة، تعليقات جارحة، محاولات متكررة لإبعاده عن المشاريع. بس حمد ما توقع إنها توصل لهالمرحلة. حط الكوب على الطاولة ببطء وقال: ليش قلت لي؟ ردت نورة بخجل: لأنك الوحيد اللي يحترمنا. ما قدرت أسكت. لكن فجأة انفتح باب الكافيتيريا، ودخل المدير عادل. ابتسامة باينة إنها مصطنعة، ونظرة مباشرة صوب حمد. وفي هاللحظة عرف حمد إن نورة ما كانت تتوهم. مرت الساعات على حمد وكأنها أيام. كل حركة من المدير، كل كلمة، كل نظرة، كانت تثبت إن في شيء أكبر وراء الستار. لما خلص الدوام، قال حمد لنورة: نمشي للمكتب. لازم نشوف اللي صار بالضبط. فتحوا شاشة كاميرات المراقبة، وصاروا يمرون بين الساعات والدقائق لين وصلوا للوقت اللي نورة حددته. وفعلا ظهر المقطع. المدير عادل واقف عند كوب القهوة. يطلع كيس صغير، يفتح، ويرش مادة شفافة داخل الكوب. وبعدها يطالع يمين ويسار بخوف. نور حطت يدها على فمها وقالت: يا رب، ما كنت أبي أكون صادقة. أما حمد، عينه دمعت، مو غضب، بل صدمة وخيانة. بس هذا مو كل شيء. لقوا تسجيل من اجتماع داخلي للإدارة، فيه صوت المدير وهو يقول: إذا حمد طلع من القسم، المنحة البحثية بتكون لي. لازم أبعده، حتى لو بطريقة ما تعجبه. كان الهدف مو قتل، لكن تدمير مستقبله. المادة اللي حطها كانت تسبب أعراضا خفيفة: ارتباك، دوخة، ضعف تركيز. والمدير كان ناوي يستخدم هالأعراض كدليل إنه حمد غير صالح للبحث العلمي. قالت نورة بحزم: دكتور، لازم نتصرف. تنهد حمد وقال: قبل كل شيء، أبي أواجهه. دخل عليهم المدير بعد شوى، مستغرب وجودهم. قال له حمد بهدوء: عادل، شفنا التسجيل. وقف المدير مكانه، وصار وجهه أصفر. قال متلعثما: حمد، أنا حسيت إنك دايم أفضل. دايم الكل يشيد فيك. وأنا تعبت من هالمقارنة. رد حمد بصوت مخنوق: كنت أخوي. ليش خذلتني؟ حطت نور الأوراق على المكتب وقالت: الحقيقة لازم تنقائل. وبعد ساعة كانت الشرطة الإدارية تسحب المدير من المكتب. وفوق كل هالصدمات، وقف حمد يناظر الباب، قلبه ثقيل لكنه مرتاح. عرف إن العدالة صعبة، لكنها ما تغيب. وكل هذا بفضل شجاعة ممرضة اسمها نورة.
اللي اختارت الصدق فوق الخوف.